اما تتعلم من تاجر المخدرات دي، ايه الدخله دي يا معلم؟ بص يا عم، عاوزك تفصل ما بين حاجتين، ما بين النجاح والقيمه اللي بيقدمها الشخص الناجح. حلو كده؟ لا مش فاهمين. طيب تعالى نكمل دردشه. بص يا عم الحاج، دلوقتي احنا عندنا في حاجتين، في نجاح وفي قيمه ورا النجاح ده. انت بقى عاوز ايه فيهم؟ انت ممكن تكون بتقدم قيمه عاليه جدا ويعني حاجه محترمه جدا، وفي نفس الوقت انت مش ناجح. عادي جدا على فكره. وممكن تكون شخص ناجح ومكسر الدنيا وفي الاخر انت بتقدم ولا حاجه، ولا حاجه حرفيا. بل على العكس، ممكن تكون بتقدم قيمه سلبيه، ممكن تكون بتقدم شر مطلق. زي ما بقول لك، ممكن يبقى في تاجر مخدرات ناجح، هل هنا هو بيقدم حاجه؟ ده بيقدم شر، بس هو ناجح. ممكن يبقى في تاجر سلاح ناجح، ده ايه؟ تاجر سلاح بيقتل في الناس بس ناجح. فافصل ما بين النجاح وما بين القيمة بتاعت النجاح. دي حاجة ودي حاجة، مش شرط يجتمعوا على فكرة. ممكن دي تبقى الوحيدة زي ما قلت لك اهو، ودي الوحيدة. ولو اجتمعوا مع بعض يبقى يعني عز الطلب دي، يا ريت يعني ربنا يوعدنا نكون عندنا قيمة فعلا وناجحين الاتنين. يا سلام، يا ريت. فانا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان لو انت عندك قيمة، فمش معنى انك عندك قيمة، مجرد انك عندك قيمة انك كده خلاص المفروض تكون شخص ناجح وتعيش بقى في نظرية المؤامرة، وانا ضحية وده انا بقدم كذا وكذا ورسالة سامية في المجتمع وبعمل، وفي نفس الوقت مش ناجح. وشوف فلان اللي ما بيقدم بتنجان في اللوبيا ناجح ازاي. الدنيا اتقلب حالها يا جماعة، خلاص يعني هنعمل ايه يعني؟ اروح انتحر انا بقى؟ لا 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 لا. هنا ده الفخ اللي احنا بنقع فيه، وبيتصدر لنا احباط وعجز بسبب ان احنا بنشوف نماذج كتير جدا جدا على الساحة ناجحة، وفي نفس الوقت هي ناجحة في الولا حاجة، ناجحة في هلس بس، ناجحة في شر مطلق. فنكتئب؟ لا. انت لو عارف من الاول ان في فرق ما بين النجاح والقيمة مش هتكتئب، لان هما مش لينكد ببعض يا جماعة. ما نربطهمش ببعض. دي حاجة افصلهم، يعني دي حاجة ودي حاجة. ادي شخص ناجح وادي شخص عنده قيمة، لو اجتمعوا مع بعض يبقى حلو جدا. فتقول لي بقى اكس وواي وزد ناجحين في الهيلث واليوتيوبرز والتيك توك والسوشيال ميديا الناس دي كلها ناجحة على عيننا وراسنا، ناجحين طبعا، بس بيقدموا ايه؟ ولا حاجة. يبقى انت ما ينفعش تتأثر بيهم، ما ينفعش تجري بقى ورا النجاح الزائف ده، او هو مش زائف، هو نجاح فعلا. ما ينفعش تجري ورا النجاح السريع ده فتقلدهم تقليد اعمى في القيمه اللي هي مش موجوده، عشان بس توصل للنفس اللي هم وصلوا له، ففي الاخر ما توصلوش برضه. فانت بتقدم قيمه بلح، وفي نفس الوقت ما نجح. يعني انت ايه بقى؟ بقيت كائن مسخ، بقيت بتقلد بس ناس انت مش مقتنع بيهم اصلا لمجرد انك عاوز تنجح. فبالتالي انت في الاخر لا نجحت ولا قدمت قيمة، وبقيت كده حاجة هلامية ملهاش أي معنى ولا ماسكة ولا مالكة ولا أي حاجة. بقيت كائن، حرفيا كائن مسخ، كائن إمعة. لا، أنا مش عاوزك تبقى كده. أنا عاوزك تفصل ما بين النجاح وما بين القيمة زي ما قلت اللي موجودة من وراء النجاح ده. فبالتالي أنت إيه؟ تستريح نفسيا كده وترضى، يبقى عندك سلام نفسي، وتبقى انت عارف كل الناس الناجحه دي طالما انت شايف ان هم مش بيقدموا قيمه، فعادي يا جماعه، عادي. ايه المشكله يعني؟ عادي ان هم ينجحوا وفي نفس الوقت يكونوا مش بيقدموا حاجه، وعادي يكون في شخص عنده قيمه ورساله وما الى ذلك بس هو مش ناجح. عادي. تقبل كده يا عم الحاج، تقبل كده بصدر رحب، فانت هترتاح. فما تروحليش بقى تقليد اللي بتوع السوشيال ميديا والكلام ده كله. هم بيقدموا ايه في الاخر؟ ما هو ولا حاجه، هلس، هقص في البتنجان، يا ريته حتى هلس، ده مفيش. فانت لو سبت نفسك ليهم لمجرد انك عاوز توصل لهم، انت كده بتروح على الشمس. لا، اسعى، اسعى في طريقك اللي هيوريك آه، نجاح محترم بقيمة محترمة انت مقتنع بيها. عاوز تبص على الناس الناجحة دلوقتي دي، ادرسهم، ادرسهم كحالة، شوف هم نجحوا ازاي، شوف الظروف اللي كانت موجودة حواليهم وهم نجحوا من خلالها. ده اللي انت ممكن تستفيد بيه منهم، طريقة نجاحهم، الظروف اللي حواليهم، ايه اللي ايا كان بقى. ادرس كل حالة لوحدها، بس ما تدرسش سيب القيمة بتاعتهم على جنب، لأن مفيش قيمة أصلا بيقدموها. عاوز تدرس، ادرس الحالة بتاعتهم وارمي القيمة بتاعتهم على جنب، وما تتأثرش بالقيمة اللي هم بيقدموها. فما تروحش تقلد القيمة دي لمجرد انك عاوز توصل لنفس الطريق اللي هو في الآخر مش هيوصلك لحاجة. بس كده. اشوفكم على خير، السلام عليكم.